يوناني ولا مش يوناني؟ طبعا ترند الزبادي اليوناني بقى منتشر جدا اليومين دول، بقى كل دكاترة الدايت بيكتبوه في الخطط بتاعتهم، ولازم يبقى ضمن الأكل بتاعك عشان تحس إن أنت بتاكل صحي. إيه الحكاية؟ القصة ببساطة إن الزبادي اليوناني ده هو زبادي عادي لكن ستريند. يعني إيه ستريند؟ يعني متصفي مرة زيادة من الشرش والمية اللي فيه، بس كده. إيه فايدته؟ أولا بروتين أكتر، بيشبع أحسن، لو معمول طبيعي أو عليه علامة ال LAC بيبقى فيه بكتيريا نافعة أكتر. طب ايه فايدة الزبادي عامة؟ يزود المناعة، بيحسن الهضم، بيحسن من مقاومة الأنسولين، وينظم الهرمونات بتاعة الجسم بتاعتك. كل دي فوائد البكتيريا النافعة اللي في الزبادي. هل ممكن آكل زبادي عادي بدل اليوناني؟ أصل اليوناني أصلا أسعاره دلوقتي بقت جامدة جدا. طبعا ممكن، الأحسن هات بطارية صغيرة وحطها في البيت، هتضمن البكتيريا نافعة 100%. زبادي شركات البكتيريا اللي فيه مش مضمونة نهائي. عاوز تاكل يوناني؟ هات الزبادي العادي وحطه فوق قماشة قطن أو كتان واعصره كويس، طلعت زبادي يوناني. والمية دي شرش.